كان وعدا بلقاء آخر قادم، لكنه تحول إلى وداع. عبارة نهاية النشرة. إلى اللقاء. رحل صاحبها الزميل الصحفي مقدم الأخبار صلاح الدين الغماري، رحل في غفلة منا إلى دار البقاء. مساره استثنائي ألفه والمغاربة من خلال إطلالاته عبر نشرات القناة الثانية لسنوات طويلة، وطد علاقته أكثر بالمشاهد بل بالمواطن المغربي ليصبح بمثابة فرد من كل أسرة يخشى على سلامة أبناء وطنه من الوباء من خلال برنامجه أسئلة كورونا. خاطب فيه المشاهد بصدق وعفوية، وكان يعد لبرنامج آخر في نفس النهج يطرح أسئلة المواطن، لكن الوقت لم يسعفه للأسف. نادية اليوبي. لنبدأ الحكاية من حيث انتهت الرحلة. ومرحبا بنا عندكم في هذا العدد الأول من برنامجكم أسئلة كورونا. سلب الأنظار مرة أخرى عندما جعل من محبة الناس إليه قوة تجعله مؤثرا في مشاهدي القناة الثانية من تابعوا برنامجه أسئلة كورونا. جزيلا لك على تلبية الدعوة. يجعل من الجائحة قضية وطن، والكل مجند لحماية مكوناته من الوباء اللعين. صلاح الدين الغماري دخل البيوت واقتحم قلوب الناس واستقر بين شرايينها، حتى باتت كلماته ونصائحه باحترام التدابير الاحترازية مرجعا لكل مغربي. اضطرارية. والاسئله ديالكم كيف ما بغى يكون النوع نتاعها، بعثوا لنا بهذه الاسئله ديالكم عبر المنصات اللي كتشوفوها الان مبينه امامكم. ها هو اليوم لم يكتفي صلاح بالبقاء بين جنبات بلاتو القناة الثانية، بل خرج إلى الشارع ليسمع صوته للناس مباشرة. فالحمل ثقيل والأمانة أكبر. شويه انا شويه لا راكي هزه معك كل شيء وتبارك الله عليك. لا ولكن الله يرحم الوالدين. Comme toutes les téléspectatrices et les téléspectateurs, on a appris avec énormément de tristesse et de douleur la disparition de Salah Eddine. Salah Eddine Roumari, plus qu'un collègue, c'était véritablement un ami. C'est quelqu'un avec qui j'ai énormément appris. Quand je suis arrivé ici, il était déjà présentateur du journal télévisé. صراحة في هذه اللحظة ما كاينش شي كلمات تتقال، والله العظيم ما كاينش شي كلمة تتقال في حق صلاح من غير الله يرحمه. وداعا صلاح بصراحة تخطف. أنا والله العظيم حتى اللحظة بقى ما مستوعباش. صلاح الدين الغماري اللي رافقناه في البداية ديالو وكان من أعز الأقرباء وأعز الأصدقاء. في هذه المناسبة الأليمة كنتمناو ونطلبوا الله العلي القدير المغفرة والرحمة ليه ولذويه الصبر، وإن الله وإن إليه راجعون. صلاح الدين الغماري ترك بصمة قوية في نفوس المشاهدين، فمنذ التحاقه بالقناة الثانية سنة 2000 جعل الرسالة الإعلامية همه الكبير. نقل بالصوت والصورة أوجاع الوطن وأفراحه، وكان في الموعد لم يخلفه أبدا، ولم يحل دونه حائل حتى ولو كان زلزال الحسيمة. مقدم لنشرة الأخبار ومحاور بارع، أكسبه حسن البيان ثقة المشاهدين، وأكسبته فصاحة اللسان محبة ضيوف نشرته. فكان ضيف الأحد الموعد الذي يميط اللثام عن شخص حسه رقيق، وإعلامي يأخذك دون ما شعور إلى عوالمه الجميلة تصل حد أسرك داخلها. والمسائية لهذا اليوم تقدمها لكم زهرة أيتحل. نهاية النشرة. إلى اللقاء. نهاية النشرة. الوداع صلاح. إنها اللحظة التي انطوت وطوتنا جميعا وألقت بنا جميعا في حزن عميق. ففي لحظة من ذهول تام تتوقف لغة الكلام، فالمعاني البكر التي لم تنحث لها ألفاظ بعد هي التي سترثيك. فإلى دار البقاء رحلت، ومن دار الفناء نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. ونتابع في هذه الصور لحظة خروج ثمانية الفقيد صلاح الدين الغماري من مستودعي الأموات بمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية في اتجاه مدينة مكناس، مسقط رأسه حيث
سيوارى الثرى. وقع الصدمة كان شديدا على أسرة صلاح، أسرته هنا في القناة الثانية. باسم زملاء جميعهم تعازينا الحارة لأسرة صلاح الدين الغماري، لوالدته، لابنه، ولكل المغاربة. إنا لله وإنا إليه راجعون.